السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم يا اصدقائي. انا مرشدكم الطبي عمار الموسوي مشهد من مدينه مشهد، اساعدكم في امور طبيه. اليوم اريد اتكلم لكم عن عمليه بالفاروبلاستي او قص الاجفان. هسه قص الاجفان العليا او السفليه. اذا تستخدم حبوب الاسبرين او اسبرين يسموه، لازم لحد يوم من قبل العمليه انت تقطع العلاج فقط. عندك الله يقول سكري تحت 250 وانت مسيطر عليه، فعادي تقدر تسوي هاي العمليه بدون اي مشاكل. عمليه مع بنج موضعي. فرضا انا جاي على قص اجفان عليا، صحيح؟ مثل ما كان عندي زبونه تسوي العمليه كلها تاخذ من وقتكم حوالي 45 دقيقه بدون ما تحسون باي الام. كيس اشخاص اللي عندهم جفن كلش مترهل فراح العين تتعب. لما تسوي قص اجفان حتى العين راح ترتاح. تكاليف هاي العمليه فوق الجفون العليا $400 تكلفتها، وتحت هم $400 تكلفتها، عن طريقي اني وشركه اللي تابعه الي مع اطباء فوق التخصص. فتح راح يكون مع الليزر. شنو الفرق؟ اول شيء راح يكون كلش الفتحه رفيعه دقيقه، وثاني شيء مع اقل نزيف ممكن يصير اثناء العمليه. اكو يشتغلون بالمقص، اكو يشتغلون بالموس، بس عن طريق لما تجون راح يكون الفتح ويا الليزر، فراح يعطيكم نتيجه كلش حلوه. وغير عن هذا الاثار اقل اثار ممكن تبقى. ولازم اقول لكم يوم من الاول بعد الاجراء عمليه لازم تخلون قطع الثلج اللي نعطيكم اياها تشتروها من الصيدليه او يعطوها لكم تستخدموها ليومين، وورا اليومين تستخدمون الوصلات او شيء اللي يكون حار، احنا نسميه كومبرسيجار، حتى الاورام تصير كلش قليله وما تبقى. الناس اللي يخلوها من بعد اجراء العمليه لحد 3 ايام لازم تبقى. ثالث يوم لازم فقط تروحون للحمام تستحممون، وبعدين هذا هو ينشلع، لازم تشيلوه. من 3 اشهر الى 6 اشهر لازم تشتروا كريم ضد الاثار اللي احدهم هنا تشوفوه بالتصوير. واما نوصل الى اخير مرحله اللي هو لازم تشيلون الخياط. من بعد 8 ايام الى 10 ايام تقدرون تسحبون الخياطات. احب اقول لكم اذا احتاجتوا هالمساعده هالعمليه، هاي التكاليف اللي قلت لكم عليها $400 من ضمنها راح تكون الخدمات اللي تجي علاجاتكم، واني اخذ حقي او فريقي اتعابنا ناخذه من الطبيب او الطبيبه، واحنا نساعدكم حتى تحصلوا على افضل نتيجه. عبر الرقم اللي تشوفوه تقدرون تتواصلون وياي، وانا ان شاء الله ما اقصر وياكم. جدا ممنون منكم على متابعه الفيديو. تحياتي لكم، الى اللقاء يا اصدقائي.